لو ناوي تشتري ماك بوك مستعمل، في شويه حاجات لازم تاخد بالك منها علشان ما تندمش بعدين. في الفيديو ده هنتكلم على كل النقط اللي هتخليك تضمن انك بتختار الجهاز الصح وباحسن حاله. تابعني يلا. طبعا انا ما بنصحش اي حد ان هو يشتري ماك مستعمل، لان هو برضو بتبقى السكند هاند، ممكن تبقى الثيرد هاند كمان، ما بتبقاش طبعا زي تجربتك الاولى للجهاز، ولانه جهاز اصلا معمول للشغل، يعني اللي بيشتريه بيفرمه فعلا في الشغل، فلما بيجي يبيعه علشان يحدث او يجيب الاحدث بيبقى خلاص خد منه كل اللي هو عاوزه. فانت لما تيجي تشتريه يا اما تاخد بالك منه جدا جدا ويبقى فعلا لقطه، او ما تشتريش خالص وتبقى يستحسن تشتري الجديد علشان يعمر معاك. اجهزه الماك عاده بتعمر، تقعد وقت كبير جدا معاك في الفتره اللي انت اشتريتها فيها. وطبعا اول حاجه وهي البطاريه بتاعت الجهاز، بتتشحن وليها دورات، عدد دورات شحن وما الى ذلك، فبناخد بالنا من البطاريه وهل هي كويسه ولا محتاج ان انت تشتريها وتغيرها على طول ولا ايه. ازاي بقى؟ حاجه اخش هنا، هتيجي هنا عند علامه ابل اللي فوق هنا وهتدوس اوبشن، هتلاقي الكلمه بدل about this Mac هتلاقيها ايه سيستم انفورميشن، واول ما تدوس اوبشن هتظهر على طول سيستم انفورميشن، هتقوم دايس عليها هيفتح لك الصفحه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هنيجي عند الشمال هنا ونختار البطاريه اللي هي الباور، هنا ده الباور بتاع الجهاز، وهنا معلومات البطاريه، تقدر تعرف منها البطاريه دي اتشحنت كام مره والعمر الافتراضي بتاعها كمان قد ايه. احنا اول حاجه بنركز عليها وهي حاله البطاريه ايه هي. لو جينا بصينا على الكونديشن هنا هنلاقيها نورمال، طالما نورمال تمام. هنا ده عدد السايكل كاونت، ده عدد مرات الشحن، اتشحن 26 مره. طبعا الجهاز انا بتكلم على اللي معايا دلوقتي ده لسه يعتبر جديد، يعني اتشحن 26 مره. ده الماكسيمم كاباسيتي، ده هنا اللي هو ايه يعني زي اللي في الموبايلات كده، في الايفون بتلاقي مثلا 80% 82% لغايه بتبقى قد ايه، دي بتبقى 100% مثلا، ممكن تقل معاك لغايه مثلا 80 82. اقل من كده البطاريه بقى تعبانه او ابتدت تتعب. طيب وبالنسبه لعدد مرات الشحن، احنا بنعرف منين بقى ان الجهاز اللي معانا ده عدد مرات الشحن بتاعته فوق الاوفر او تحت الاوفر، او مثلا لا تمام؟ اعرف منين الكلام ده؟ هنا لو جينا دخلنا على اللينك اللي معانا دلوقتي هنقدر نعرف عدد المرات او العمر الافتراضي بتاع عدد الشحن للماك بوك. هسيب لكم اللينك برضو في الديسكريبشن تحت. لو جينا ننزل هنا على الاجهزه، هنا بيقول لك الجهاز ايه، نوعه ايه، السنه الصنع بتاعته مثلا، وعدد الماكسيمم سايكل ايه الكاونت، اللي هو اللي زي اللي عندنا هنا اهي السايكل كاونت هنا 26. هنا بيقول لك ان الموديل 2017 مثلا 1000 شحنه. تيجي هنا تنزل على الاقدم شويه 2008 500 شحنه، وهكذا جايب لك الموديل بالانواع وعدد ايه الشحن بتاعه. يعني انا عندي هنا الماك بوك برو اهو، اللي هو 2024 ده اللي معايا دلوقتي حالا اهو بتكلم بيه، الماكسيمم ال1000 شحنه، يعني له 1000 شحنه يشحنها، وبعد كده البطاريه هتبدا بقى ان انت تلاقي مثلا هي بتقل بسرعه. طيب وتاني حاجه هناخد بالنا منها وهو الرقم التسلسلي بتاع الجهاز نفسه. ليه بقول الرقم التسلسلي مهم؟ علشان خاطر احيانا بيبقى فيه مثلا الجهاز مش متطابق مع العلبه بتاعه الجهاز نفسه، يعني علبه الجهاز مش متطابقه مع الجهاز، فيكون صاحبه اصلا اوريدي بلغ مثلا ايه ان هو اتسرق مثلا منه، فدي تاخد بالك منها جدا. هتلاقيها ازاي؟ هتلاقي هنا هاردوير هنا من فوق خالص، هتلاقي طبعا الاسم الماك وما اعرفش ايه والحاجات دي كلها، وهتلاقي الموديل نمبر. هو الموديل نمبر ده لازم بيكون على الجهاز هنا كده، وبيكون برده مع العلبه اللي بتبقى جايه معاه، مش ممكن يبقاش ظاهر عندكم قوي بس، ولكن هو بيبقى مكتوب على العلبه من تحت هنا. ده اللي احنا بنتاكد منه ان الجهاز متطابق مع العلبه بتاعته. ثالث حاجه احنا اتكلمنا عنها الموديل نمبر، دلوقتي بقى ثالث حاجه وهي السيريال نمبر. ده اللي هتلاقيه على الجهاز من ورا. يعني لو جبنا مثلا الجهاز معايا اهو اللي انا بشرح بيه اهو، هنيجي على ورا الجهاز هنا تحت خالص، تحت كلمه ماك بوك هنا دي تحت خالص، تلاقيها بالصغيره جدا، تلاقيها هنا كده. ده السيريال نمبر. السيريال نمبر لازم بتتاكد ان هو اللي في الجهاز هو اللي في الظهر بتاع الجهاز نفسه. ليه؟ لان هو ممكن يكون مغير الظهر اصلا، يعني فكك الجهاز ومغيره وحاطط ظهر بتاع مثلا ماك تاني. ورابع حاجه هنتكلم عليها وهي فحص الشاشه. طبعا الشاشه بتاعت الماك طبعا شاشه كويسه جدا وكل حاجه، بس لازم تتاكد ان البكسلز اللي في الشاشه نفسها دي سليمه. تفتح عندك في الماك 4 الوان، وهي الازرق، هتيجي مثلا عند الازرق وتمشي عند الشاشه كلها باللون الازرق. لو لقيت حته سودة في اللون الازرق تعرف ان الحته دي فيها مشكله في اللون او فيها مشكله في البكسلز بتاعت الشاشه نفسها. وهتفتح اللون الاصفر والاحمر والاخضر.
الاربع الوان دول هتفتحهم او تجيب مثلا خلفيات كبيره باللون ده تبقى مجهزهم عندك من الاول، وتروح تبقى شغلها او تفتح الخلفيات دي بحجم الشاشه كلها، وتشوف تقعد تمشي على البيكسلز وتشوف الشاشه فيها نقطه سوداء او نقطه مثلا بيضاء، دي معناها بيكسلز مطفيه، يبقى كده الشاشه فيها مشكله. رقم 5 بالنسبه للكاميرا والمايك بتاع الجهاز نفسه، هتيجي على السيتنجز هنا من الماك هنا، وهتيجي عند الساوند تحت كده هتدوس عليه. بعد كده هتتاكد ان هنا الاوتبوت هنا ده السبيكرز بتاع الماك نفسه موجوده، وتقدر ان انت تعمل تيست عليها مثلا من الزرار هنا اللي فوق دون كده. انا سامع صوت تمام، يبقى كده مفيش مشكله. بالنسبه للمايك هتدوس على الانبوت هنا. اول ما تدوس عليها بص انا بتكلم دلوقتي وهو والمايك بيتحرك اهو، دي كده معناها ان المايك بتاع الجهاز ما فيهوش مشكله وقابل الصوت اللي هو داخله بالظبط. وبعد كده هنروح هنتاكد من الكاميرا، مثلا برنامج الفيس تايم اول ما تفتحه على هيشغل لنا الكاميرا بالشكل ده كده، يبقى الكاميرا ما فيهاش مشكله. بعد كده هنتاكد رقم 6 من السماعات والمنافذ كلها بتاعه الماك، الماكات اللي هي بتبقى فيها الماج سيف اللي هو اللي زي اللابات الجديده، نتاكد ان وصله الشاحن شغاله وان هي بتنور وان هو بيشحن لغايه الاخر. كمان مداخل طبعا اليو اس بي التايب سي، او لو ماك قديم شويه في اليو اس بي اللي هي الايه العاديه، نتاكد ان هي شغاله وكل حاجه. طبعا باي فلاش معانا هنحطها في كل اليو اس بيات اللي موجوده عندنا في الجهاز. طبعا الكلام ده وانا هقوله برده ان انت لازم وانت رايح تشوف مثلا الجهاز المستعمل اللي انت هتشتريه، لان ده حاجه غاليه برده مش رخيصه الماك، لازم تبقى مجهز معاك يو اس بي حاطط فيها الخلفيات اللي احنا قلنا عليها الاربع الوان، حاطط فيها طبعا حاجه مثلا صوت او مثلا فيديو عشان تشوف برضو الايه الصوت السبيكرز بتاع الجهاز، وطبعا تبقى حاطط في اليو اس بي اهم برنامج وهو البلاك ماجيك تيست بتاع ان هو بيقيس لك الاس اس دي بتاع الجهاز او الهارد اللي في الجهاز نفسه. ده الديسك سبيد تيست، ان انت بتعمل تيست على الهارد بتاع الجهاز نفسه وتشوفوا النظام شغال ولا لا، مفيش مشكله، بطيء، في مثلا في فايلات مثلا ايرور او حاجه زي كده. هو عندك هنا بيعمل زي تيست دلوقتي، يعني البرنامج دون بيبقى فري اصلا وتقدر انت تنزله من على حتى الاب ستور عادي، وبيشوف لك ويظبط لك كده ايه الدنيا فيها ايه. وطبعا بالنسبه للماكات اللي فيها البصمه، طبعا تجرب ان انت تدخل البصمه بتاعتك تشوف اصلا بتاعت البصمه شغاله ولا لا. ولوحه المفاتيح طبعا الكيبورد اللي انت بتكتب عليها لازم تجرب كل زرار فيها. في نص انا هسيبه لكم برده في الديسكريبشن، النص دون بيستخدم كل الحروف بتاعه الكيبورد ده، تجرب ان انت تدخله على مثلا نوت او حاجه زي كده. يعني انا مثلا عندي هنا على برنامج الكي نوت هنا ادخل النص دون مع بعض، انا استخدمت كل الحروف اللي موجوده عندي في الكيبورد. لو كتبت معاك الكلمه دي بدون اي تقطع او مثلا في حرف ما اشتغلش على طول هتبقى عارفه. تامن حاجه وهي ان انت تستخدم الاداه اللي ابل اصلا عاملاها علشان تفحص بيها الماك نفسه. ابل عامله زي اداه معينه زي السيف مود مثلا الموجوده في الويندوز او حاجه شبيهه بيها، انت بتدوس على زرار الباور وكوماند والدي حرف الدي، وهتدخلك على السيف مود وتعمل زي اسعافات كده اوليه للجهاز نفسه، هيقعد يحمل معاك ويقول لك بالنتيجه ان الجهاز فيه مشكله او لا. وبعد ما يخلص التحميل لو في مشكله هيطلع لك كود، وتاخد انت بقى الكود دون اللي هيطلع لك تاخده كوبي وتقعد تبحث فيه في جوجل وتشوف الكود دون هو ايه بالظبط. هتعرف بقى ان هو سواء مثلا هو مشكله في الصوت، مشكله في الهارد، مشكله في مثلا في اي حاجه من الحاجات دي. طبعا بعد كده عايزين نفحص وهو الهارد ديسك بتاع الجهاز نفسه. هنفحصه ازاي؟ هنفتح مع بعض الديسك يوتيليتي وهنحدد الكورس اللي احنا عاوزينه، وبعد كده ندوس الانفو هنا. واهم حاجه في الانفو بتاعت الجهاز بتاعت الهارد اخر واحده تحت اللي هي سمارت ستيتس، دي لازم تبقى فيرفايد. لو فيرفايد يبقى تعرف ان الهارد في الجهاز هنا ما فيهوش مشكله. هنروح على الفيرست ايد وهنكليك عليها، هيقول لنا ان احنا هنعمل فيرست ايد للهارد، ندوس رن. اول ما ندوس رن هيعمل، وهي يعتبر بالعربي الاسعافات الاوليه الهارد ديسك اللي معانا في الجهاز دوت. لو ما فيهوش مشكله هتلاقيه خلص بسرعه، لو في مشكله او مثلا بطيء او حاجه زي كده هتلاقيه بيطول جدا جدا بقى قعد وقت كبير يعني. طيب وبعد كده نتكلم على الاي كلاود للجهاز.
الاي كلاود طبعا اكيد كلنا عارفين ان هو لازم لما بنيجي نشتري جهاز ابل ان احنا بنطفي الاي كلاود القديم وبعد كده بنحط الاي كلاود الجديد بتاعنا، ولكن لو الجهاز عليه اكتر من بروفايل في الحاله دي لازم نتاكد من الجهاز ان هو عليه، نيجي نخش هنا على اليوزرز والجروبس ونتاكد ان الجهاز عليه الادمن واحد بس من عند اليوزرز، لان هو ممكن يبقى عنده بروفايلين، واحد منهم مش عليه اي كلاود والتاني عليه اي كلاود، ويبقى انت داخل باللي مش عليه اي كلاود فتفتكر ان الجهاز اصلا اوريدي اتشال من عليه اي كلاود وهو عليه اي كلاود من الاكونت التاني، ودي تبقى مشكله ساعتها. وبعد كده نتاكد من حاجه اسمها خزنه الملفات او اللي هو الفايل فولت، دي نتاكد ان هي معموله اوف او مش شغاله على الجهاز اللي احنا هنشتريه. بنجيبها منين؟ هنيجي هنا عند السيتنجز، بعد كده هنخش هنا تحت على البرايفسي والسكيورتي وننزل تحت خالص على الفايل فولت. دي الاوبشن ده لازم يبقى معمول اوف وانت بتشتري الجهاز، لان ده يعني بيسجل فيه الباسوردات والحاجه كلها، المعلومات كلها اللي بتبقى لليوزر القديم يعني، فده بتتاكد ان هي معموله تيرن اوف او مقفوله خالص، وبعد كده بتبقى جهاز تمام. كده يبقى احنا خلصنا كل الكلام على الماك المستعمل اللي انت عايز تشتريه. طبعا ده جهاز غالي فلازم تاخد بالك من الحاجات دي علشان خاطر تاخد جهاز يعتبر يقعد معاك اطول فتره ممكنه. ولو حد عندكم عنده استفسارات او عنده مثلا سؤال عايز يساله لي بخصوص الماك المستعمل ما يترددش، هرد عليه في اقرب وقت. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله تعالى. سلام عليكم.